خلينا نقول بشكل صريح، من وانا في الجامعه من 2013 لحد نهايه السنه اللي فاتت دي اشتغلت في مش عارفه اعدهم، بس هقول لك الايجنسيز اشتغلت في 3 ايجنسي جميل. وسايد، والباقي سايد اندستريز. واكتشفت برضو بالنسبه لي، يعني عشان مش عايزه برضو التجربه تبقى بتاثر على حد، انه السايد اندستريز او يعني الفيلد اللي هو السايد ده الان هاوس افضل. ليه؟ لانه في الايجنسي طبعا، يعني خلينا نقول انه بدايه اي حد يفضل ان هو يبقى على طول في الايجنسي، لانه ليه؟ يتعلم يعني، يبتدي ان هو يتعلم الصنعة واحدة واحدة على ايد بالظبط. حد فاهم يعني يوجهه. لا هو مش هيبقى للاسف، يعني برضو مقوله او يعني خرافه ان انا في حد فوقيه ويعلمني، مفيش الكلام ده لا في اي شركه ولا في اي مكان. انت اللي الايجنسي بتعلم يعني نفسك، او لا يعني حتى لو انت في شركه كمان ان هاوس، انت اللي بتعلم نفسك ازاي، لانك على قدر التجارب او الخبرات اللي انت بتتحط فيها. فانا حاجه محتاجه اتعلمها دلوقتي، فبتدخل تسيرش عشان في تاسك لازم يتسلم، في ديدلاين. صحيح. فديدلاين هو اكتر واحد بيعلمك في الدنيا ان انت تتعلم الحاجه عشان تسلمها. طيب نرجع تاني للجزء بتاع ان الايجنسي مفيده ليه للناس اللي لسه بتبدا في المجال. لانه انت بتتعرض لكذا اكونت، يعني مش بتشتغل على حاجه واحده، فبيبقى عندك فرايتيز في الافكار وفي البورتفوليو، بتعمل بورتفوليو كويس جدا. تاني حاجه طبعا بتتعامل وسط تيم، بتشوف الايجنسي لايف ماشيه ازاي، العملاء بنتعامل معاهم ازاي، الكلام ده. فهي مفيده في الاول، لانك برضو وانت في الايجنسي مش بتشتغل كصانع محتوى بس. لا غالبا برضو ممكن تدخل تتكلم مع عميل، فممكن تبقى في الحته بتاعه النيجوشيشن، او ان انا ازاي اقنع العميل بدوري. بتقعد مع التيم وتفكروا مع بعض، فده بيساعدك ان انت تزدهر في طريقه تفكيرك، وفي طريقه وفي خبرتك اللي هتكتسبها. الان هاوس بالنسبه لي كان افضل ليه؟ لانه انا شخص فوكسد، يعني انا بحب اركز. تمام. ففكره ان انا اتنطط من كذا اكونت في نفس اليوم، لانه اليوم 8 ساعات، فانا مثلا شغاله 8 ساعات، عندي كذا اكونت شغاله عليه، يعني مش مش هبقى يبقى ماسكه بالظبط، اليوم مش كله شغل لعميل بالظبط، واحد. مش قاعدة مع عميل واحد ليل نهار بقى وخلاص. فدي بتبقى كويسة لحد فترة معينة، لحد ما تحس ان انت محتاج تتخصص بقى. يعني فكرة ان انت تركز في حاجة واحده، فالتخصص ده بيجي من ان هاوس. انا مركز بس مع اكونت واحد، ازاي احل له كل المشاكل بتاعته، ازاي اشوف ايه التشالنجز اللي بيمر بيها، النيدز بتاعت العميل، السولوشنز اللي المفروض تكون موجودة، الايدياز بكل اتجاهاتها سواء اوفلاين او اونلاين. فده بيبقى افضل في الان هاوس. فانا حتى في الان هاوس حسيت ان انا خبرتي وتجاربي كانت اكبر. يعني من اول مكان اشتغلت فيه كان وقتها في جريك كامس في 2019، كان بعد تاني او تاني ايجنسي او حاجه كده، او مش فاكره بالظبط كان ايه. بس المكان ده هو السبب الرئيسي ان انا دخلت في حته الادز، الاعلانات اللي هي الكوميرشال، وكنا بنصور اعلانات وننزل لوكيشنز وبتاع. فلو خليكي تاخدي اكسبيرينس لو جديدة انا في اساسا. ايجنسي مش هيدوني الفرصه دي قوي. بالظبط. هيبقى خلاص هيروح الدايركتور والدي او بي والاكونت مانجر، دور الكونتنت او الكوبي رايتر مش هيبقى مش انفولفد داخل قوي. قوي، مش هيبقى اه داخل معاهم قوي. لكن فكره الان هاوس، فانت بتعمل كل حاجه وفي اكونت واحد، وقايم نايم بيه هو بس. فكانت تجربتي في الان هاوس افضل. وبرده نصيحه للناس اللي، يعني انا مش برضو لما يجي حد بيطلب مني نصيحه بيقول لي هو الان هاوس افضل ولا ولا الايجنسي، بالظبط فبقعد اقول له بص، هي ديبيندز اون، لانه انت ممكن تبقى في الايجنسي افضل عشان عايز تنوع، وتحس ان الموضوع بورينج جدا لو انت شغال في ان هاوس. انا عكسك، انا شايفه ان انا محتاجه اكون فوكس. فاللي بيحب يكون فوكس ومركز في حاجه واحده يشتغل في ان هاوس، واللي بيحب يبقى يتنوع يشتغل في ايجنسي. بس في البدايه لو انت لسه بتبدا في المجال، يفضل ان بدايتك تكون في ايجنسي يعني. طيب